السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم كده فيديو مشتريات كده من البيت، من الميك اب والعناية الشخصية للشعر والجسم وكل حاجة. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسيش اللايك والشير، اعملي اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. تمام. النهاردة كده كنت محتاجة كده حاجات كده في البيت، وقلت كده انزل اعمل ايه اللي هو حاجات من الميك اب وكده، فقلت كده انزل اشتري شوية ميك اب وحاجات يعني هي بسيطة بس هتفيدك كتير وتاخدي عنها فكرة كده كويسة. تمام، تعالوا كده معايا نبدأ الاول. معايا هنا شاور جل، ده اسمه وان داي، تحفة يا جماعة وريحته جميلة جدا 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 ومش غالي خالص. انا بجيبه ب20 جنيه، بيقعد عندي 3 شهور شهرين يعني. بصراحة تحفة وعن تجربة يعني وزيه زي اي شاور جل عادي يعني، مش لازم تجيب الحاجة الغالية اوي لانه شاور جل يعني. تمام. ومعايا هنا بستخدم شيروسا، ده هو انواع في باللبن وفي بالسلك بروتين وفي بالشيا بطر اللي هي زبدة الشيا. برضو جميل يا جماعة لو شعرك مجعد او شعرك مقصف، يعني هو تغذية فعلا زي مكتوب مكثفة للشعر. انا بستخدمه يعني بقالي 4 شهور كده، تحفة تحفة. بس ده طبعا جديدة يعني، انا كنت مستخدمة النوع التاني هو بالسلك بروتينات الحرير، واستخدمت بقى قلت اغير كده واجيب ايه بزبدة الشيا دي، بس انا لسه مجربتوش، اما اجربه ان شاء الله اقول لكم. بس الشيروسا تحفة بصراحة. انا استخدمت شامبوهات كتير مجابتش معايا نتيجة زي شيروسا. تمام. وجبت كده برضو ده سيرم كده زي ما انتم شايفين بزيت الحية اهو، سنيك اويل. برضو يا جماعة بتحطي على شعرك وانتي بتسرحي شعرك كده بديل الزيت. انا بستخدم السيرم ده بديل الزيت، ما بحطش على شعر زيت. تمام. اوقات بحط زيت واوقات بحط كريم اللي هو بعمله حمام كريم. تمام. بس السيرم ده تحفة، اسمه راي اهو، لكل انواع الشعر زي ما انتم شايفين كده، سيرم وزيت وبروتين. بصي بينيم شعرك جدا وبيطري شعرك وريحته تحفة، يعني ريحته جميلة جدا جدا جدا. انا شارياه كده يعني، هي الازازة بس هي شكلها كده، ان انا شارياه كده من عندي يعني، شارياه كده من محل يعني، مش ما كانش عندي بقاله فترة يعني. انا كنت جايبة واحد برضو خلص، وجبت السيرم ده جديد برضو تحفة تحفة يا جماعة. تمام. وده كده غسول للوجه، وبيستخدم برضو مزيل للميك اب تحفة من ايفا. انا بستريح في ايفا بصراحة. لو انت حابة تستخدمي الهيمالايا، كل المنتجات دي كويسة برضو، بس انا جايبة ده بديل للصابون. انا بنصحكم يعني، انا بنصحك وانت بتعملي وانت بتغسلي وشك ما تستخدميش الصابون اللي هو الصابون اللي بريحة ده ولا اي حاجة. في حاجة برضو، في صابون اسمه صابون الكركم وفي الغسول. تمام. الاتنين احسن من بعض، اما الغسول واما صابونة الكركم بتتجاب من الصيدلية، جميلة برضو. لان الصابون اللي هو بريحة الصابون العادي ده في مواد وكيماويات وبوظلك وشك خالص. انا كنت جايبة المزيل ده اللي هو الغسول ده مكتوب ايه خالي من الصابون اهو. تمام. انا كنت جايباه ب25 جنيه، والسيرم ده كنت جايباه ب20 جنيه، وجايبه برضو الشامبو شيروسا ب20، وجايبه الشاور جل ب20. تمام. وجبت كده جبت كده مقوي اظافر، بيتحط على ضوافرك كده، بيدي لمعة كويسة. ولو انت برضو مش حاطة مانيكير ممكن برضو تحطيه، بيحافظ على الضوافر وبيمنع من تقصفها يعني. ده تمام. جبت كده منه
بس انا استخدمته كده امبارح فنقص منه شوية. تمام. وجبت كده بودرة ايلاينر برضو جميلة، ده بودر كده، معلش، بودر للحواجب قصدي، تحفة والوانه جميلة. بصوا اهو، ليه درجتين ومعاه الفرشة بتاعته. انا برضو استخدمته كده برضو بقالي فترة يعني بستخدمه، بس انا لسه شاريه برضو جديد. جميل يا جماعة ولونين حسب نوع البشرة بتاعتك. ده من بريتش وومن اهو، من بريتش وومن، تحفة تحفة تحفة. لو انصحك لو تجيبيه، ده اسمه بودر اللي هو للحواجب يعني. تمام. انا بقول لكم بالعامية عشان لو انتي لسه يعني بنوتة ما تعرفش. وجبت كده روج تجديد بقى وكده، جبت اللون ده اهو، جبت اللون ده بنفسجي جميل برضو ومش غالي خالص يا جماعة. وجبت برضو اللون ده اهو، درجة اللون ده تحفة، بس انا مش عارفة اعمله لان انا ماسكة الموبايل، فما مش عارفة يعني، مش عارفة اجربه على ايدي. اللونين ده تحفة، واللون ده جميل جدا جدا يعني، بيليق على اي بشرة. تمام. وجبت كده علبتين مناديل مبللة كده، عشان برضو بسيب واحدة معايا في الشنطة بتاعة الخروج، وبسيب واحدة في البيت كده بشيل بيها الميك اب. احيانا بستغنى عن الغسول، عن الابدا ده انا بعمله غسول، بستخدمه غسول، بشيل الميك اب بالمناديل المبلله عادي يعني، ممكن تستخدميها. يعني انا بمسح الميك اب بالمناديل المبلله اللي هي الوايت دي، وبعدين اغسل وشي بعدها. تمام. يعني مش لازم تعملي غسول لو انتي ما عندكيش يعني امكانياتك ما تسمحش انت تجيبي مزيل للميك اب. تمام. وجبت كده ده كده انواع برضو مزيل كده، مزيل للعرق، ويستخدم برضو كبرفيوم، بس انا بستخدمه في البيت لان غلط جدا تحطي برفيوم وانت خارجه يعني. هو مش غلط يعني، مش مستحب قوي لو انت يعني بنوته وبتخرجي كل يوم. ما حاولي ما يعني ما تستخدميش برفيوم من ريحته تبقى يعني ت ت ت تجذب الناس مثلا او كده يعني. مش مستحب يعني انك تحطي برفيوم وانت خارجه على طول. انا بستخدم برفيوم ده في البيت، تحفه، من مارجوس. تمام. برضو نوعية تحفة وجميل جدا. وفي برضو نوع اسمه ليالي الحلمية على اسم المسلسل، برضو بادي سبراي زي ما انتم شايفين كده، برضو جميل جدا برضو، ريحته تحفة يا جماعة وثابت. انا بستخدم من عندهم على طول، ثابت بطريقة فظيعة. وجبت كده فرشة كده بلاشر حلو برضو، جبت هنا بلاشر برضو اللون ده اهو. وجبت كده كريم اساس من بيوتي، جميل يا جماعة، وفعلا فعلا ما بقدرش استغنى عنه. بصي ما بيبينش اي حاجة في وشي خالص. جبت كده برضو روش كده، ده سايل، ده روش سايل جميل برضو يا جماعة. وانا بستخدم اللي هو حمام كريم مينك، بيغذي شعري جدا وبيطريه. من وقت للتاني بعمل لنفسي حمام كريم كده، واسيبه على شعري كده 3 ساعات او حاجة، واغسل شعري، بيطريه وبينعمه جدا يا جماعة.
وجبت كده برضو برفيوم تاني اسمه سكوتش، جميل برضو وريحته تحفة. يعني انا بحاول اجيب كمية وبيقعدوا عندي، يعني انا بجيب برفيوم كده بجيب منه كمية عشان يقعد عندي فترة. منزلش اشتري كل شوية يعني برفيوم او مزيل عرق وكده. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم. هي مشتريات بسيطة كده ومش كتير يعني، مشتريات كده بسيطة بس. حبيت كده اشارككم كده الحاجة اللي انا كنت شارياها وكده، ويا رب تكون عجبتكم. وما تنسوش بقى يا جماعة اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.